يا بنت انا عايز اخش الحمام باي طريقه، مش قادر. في ايه؟ معلش يا حبيبي، انا كنت في المطبخ. في المطبخ؟ غريبه يعني. انا كل مره باجي الاقيكي قاعده على الشاشه ومشغله الشاشه ومش عارف ايه في ايه. لا ما انا قلت ان انا اوفر كهرباء. ادخل انت الحمام. ادخل الحمام؟ أيوة. وبعدين صح، ما بعتيش الاكل ليه؟ معلش، ما انا بقول لك النهارده عملت الاكل متاخر. يلا بقى ادخل الحمام. عملت الاكل متاخر؟ معلش. ازاي يعني؟ معلش حقك عليا. ده عادي كده خالص؟ لا حرام عليكي، ده انا طفحان الدم وحياة ربنا انا اسف. ادخل بقى الحمام. طب انت عملت الاكل ولا لا؟ الاكل في الفرن على طول. ده لسه في الفرن؟ اول ما انت هتخرج من الحمام هتلاقي الاكل جاهز. وامي فين؟ امك في الاوضه. بتعمل ايه؟ قاعده. طب ماشي، انا هخش الحمام عشان مش قادر خالص. ماشي خلاص. ماشي. وبعد كده ايه، تحضري لي الاكل. خلاص يا علي. عشان اخده وامشي. خلاص يا علي. لا انت مش طبيعيه، في حاجه انت مش أيوة. بعضك. في ايه مالك؟ يا نهار. وبعدين ايه ده، انت طلعت عبايه من الدولاب جديده ولا ايه؟ هو النهارده مالك في ايه كده يا روعه؟ قلت ان انا بقى البس حاجه كده حلوه ليك وليا. ايه رايك؟ لا طب ما راجع الشغل تاني يا خلاص روعه. بقى معلش، اما تبقى خش ترجع الحمام وجهز الاكل. طب يلا. يا نهار اسود. ايه مشي؟ ايوه طيب ماشي. يلا خلي بالك بقى كلمينا على التليفون. هتوحشني. ماشي يلا. ايوه يا علي. ايه ياما، انا جاي من الشغل كده وراجع تاني، كنت جاي اشوف يا روعه ما بقول لك عملتش ايه، الاكل. انا شاكه كده في مراتك انها جايب واحد في الشقه. بتقول ايه ياما؟ مرات مين؟ بتقول ايه ياما؟ ايه اللي بتقولي ده؟ سمعتها بتوشوش كده عند باب الشقه. وشوش؟ والباب اتفتح بالراحه واتقفل بالراحه وفي وشوشه. ياما انت عارفه الكلام اللي انت بتقولي ده كبير كبير ويعمل مصيبه، بس ده اللي انا سمعته. لا انا روعه تعمل كده؟ ما رضيتش اكلمها، لان لو كلمتها انا ومش انا وتعمل لي هيصه. اتصرف بقى. مراتي انا ياما؟ لا انا مراتي ما تعملش كده. لا طب دور بنفسك. ايه ده؟ استني. معقول لما كانت بتتلكلك كده في الكلام ومش طبيعيه؟ الكلام ده كان امتى يا امه؟ النهارده لسه من شويه. نفس الوقت؟ لا مش معقول روعه تعمل كده. لا يبقى كده الموضوع في ايه؟ دور بنفسك. مش عايزك تجيبي سيره اي حاجه خالص. انا مش هتكلم ولا ليكي دعوه، وانا هعرف اذا كان الكلام اللي بتقوليه ده صح ولا غلط. انا هتصرف بالراحه. ماشي يابا، عايزه حاجه؟ لا يا حبيبي سلام. انا راجع الشغل انا بقى. ماشي يا ابني. يلا. انا بقى يا روعه هعرف كلام امي صح ولا غلط. انا ماشي يا حبيبتي. عايزه حاجه يا روعه؟ انا نازل. ايه يا حبيبه قلبي، وحشتني قوي. انت كمان وحشتني. جوزك جاي امتى؟ جاي كمان شويه بقى، ده لسه نازل اصلا من شويه رايح الشغل. بقول لك ايه، تعالي انت هنا وانا هاجي هنا علشان خاطر ايه، لحسن يجي اروح ما انا مستخبي على طول. ما شافكش اصلا. ايوه مش عارف، سبحان الله. مش عارفه ايه ده الواد ده، بحس ان هو اوقات غبي. ايوه هو فعلا غبي. ايوه انا كنت خايفه ان انا وانا ببص لك وقت ان انا اضحك او ان انا ابتسم لك او اقول لك كده اهوت. لا ما هو مش وقته بقى يا روعه، يعني احنا في موقف صدمه. ايوه صدمه. ايوه بس ام العقربه هي اللي جوه. والله العظيم. وبتسمع دبه النمله اخويا، خايفه منها اصلا. لا ما تخافيش، طول ما عندنا الستاره السحريه يبقى اكيد مش حدش هيشوفنا ولا حد هيكشفنا. مية زي الفل. لا ده انا اللي عملت، انا اللي ركزت بايدي. ماشي تعالى بقى ندخل نعمل حاجه حلوه كده في ايوه انا الصراحه نرقي ناشف كده جباد، عايز اشرب اي حاجه. لا هنعمل بطاطس محمره وفي شويه مكرونه من بتاع امبارح. الله يرحمك يا فالنتينو، البطاطس سخنه خالص. يلا الله يرحمه بجد. عرفت يا ابنو، كلامك طلع صح. انا ركبت كاميرا هنا، شفت بعيني ان فعلا في واحد بيجي يخش البيت وانا مش موجود. يعني بس فعلا؟ انا مستغرب انت ازاي ما بتشوفيش الموضوع ده ياما، ولا طلعتي ولا اتكلمتي؟ ولا هي تستنى ما انت بتنامي يعني ولا ايه؟ ما انا كنت اصلا نايمه وسمعت كده ولسه بقوم لقيت بقى الباب اتقفل. قلت يا بنت ما تتكلميش، تقول هتقعد بقى تسمعني قصيده؟ انت عايز تخربي عليا؟ انا برضو هعمل كده؟ ده انا بنت اصول وبنت ناس. انا اتصدمت ياما، والله العظيم اتصدمت. انا ما كنتش مصدق اللي انا شفته. هتعمل ايه حضرتك؟ انت ايه رايك ياما؟ يا لهوي بتقول لي رايي؟ دي فضيحه. يعني اموتها؟ لا يا ابني انا خايف عليك. بقولك طلقها وغورها. رايك تطلقها وايه كمان؟ ملهاش حقوق تاخدها كمان طبعا. طب انت قومي خشي دلوقتي عشان هند عليها. ماشي يا ابني. روعه
روعه تعالي يا روعه. ايه يا حبيبي؟ ليه يا حبيبتي؟ بقول لك ايه، انا مش عارف كده، بحس ان في حد بيخش هنا، قطط دي ولا ايه؟ انت بتسيب الباب مفتوح؟ لا طبعا، اشمعنى يعني لا. الكلام ده؟ لا اصل انا اوقات الاقي حاجات غريبه في البيت كده، مره لقيت شراب مش بتاعي، القطط بتجيب الشرابات دي تدخلها هنا ولا ايه؟ حتى قلت لهم اما الشراب ده بتاعك، قالت لا يا ابني مش بتاعي ده رجالي. اقول لها اما ازاي؟ تقول لي يا ابني ده رجالي. ممكن تلاقي قطه كده ولا كده خطفت شراب من على الغسيل ورمته هنا اهوت، وانا فاتحه الباب بهوي الشقه. انا قلت كده برضه. أيوة. قلت اكيد روعه ما بتاخدش بالها وبتسيب الباب مفتوح. ايوه صح. صح ولا يا روعه؟ في ايه بقى؟ طيب. اقوم اكمل الحاجه بتاعت المطبخ. ما هي ده اللي مزعلني. إيه؟ كان نفسي تكمل الحاجه بتاع المطبخ، بس المشكله ان انت هتكملي المطبخ بس عند امك مش هنا يا روعه. بص يا حبيبتي، بتقولي؟ بص يا حبيبتي فهميني بس. انا من يوم ما اتجوزتك وانا كويس معاكي، اللي تطلبيه قلبي بجيبهولك، صح؟ بعمل اللي عليا واشقى واطفح الدم عشان ايه؟ عشان تبقى انت قاعده معززه مكرمه. خلص. مرضاش اخليكي تنزلي السوق ليه؟ عشان بغير عليك وانا بروح اتسوق. ها؟ صح؟ امي بتزعلك في حاجه؟ لا. الله يبارك لك. طب ليه بقى اللي انت عملتيه ده؟ انا عملت ايه يا ابني؟ هو انا زعلت امك في حاجه؟ ايه؟ ليه تسيب القطط تدخل وتدخل الشرابات؟ معلش حقك ليه؟ عليا، بعد كده هخلي بالي. يلا بقى انا اقوم بقى اشوف بقى الحاجه. بص يا روعه، شايفه شايفه اللي فوق ده؟ دي كاميرا. كاميرا. ايه ده؟ دي كاميرا. ايوه. حلوه صح؟ انت ركبت كاميرات هنا في البيت امتى؟ انا لسه مركبها اول امبارح. فمن حسن الحظ بقى يا روعه، وانا بشوف بقى ايه عامل ايه الكاميرا على التليفون عندي وانا في الشغل يعني، وانا ايه بقى؟ الاقي القط، واخده بالك، دخل هنا وجايب قطه. منين؟ جايب قطه منين؟ من القطه اللي عندنا. عارفه انت القطه الصفراء اللي عندنا؟ وهنا بقى كانوا قاعدين هنا. شوف بقى المصيبه. علي انت فهمت غلط، ده صدق. انا فهمت غلط خالص. انت فهمت غلط. انا بقيت لا مؤاخذه. بقول لك يا روعه، انا شفت كل حاجه، وامي بالله عليك، كانت سامعه كل حاجه. بالله عليك استر عليا. استر ايه؟ والنبي. هو انت سترت عليا؟ ده انت فضحتيني، وانا على فكره مش هقدر اتكلم ولا اقول حاجه، لان اتكلمت تبقى الفضيحه ليا انا مش ليك انت. انت هتمشي وتروحي لاهلك. بس انت احساسك ايه لما انا اقول لابوكي بنتك عملت كده؟ ووروهم ايه؟ الفيديو بالله عليك والنبي لا يا علي. بطاطس جوه في المطبخ، نخش نقلي بطاطس وهنتغدى ومكرونه بنبيع. ده موال كبير. بالله عليك والنبي يا علي. يعني كمان بتاكلي من فلوسي. علي روح يا روعه، روحي عند امك من غير ما اسمع صوتك ومن غير فضايح. مش عايز اشوفك يا روعه. بالله عليك وانا بتقول برضو حاجه لاهلك. مش هفضحك قدام اهلي، بس هتتنازلي عن كل حاجه. سامعه؟ بالسلامه يا حبيبتي. روحي. الله يسامحك، الله يسامحك، مع اني ما عملتيش حاجه وحشه خالص.